اهلا وسهلا بكم معانا في قناه كودنج بايبل. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نحدث المشروع بتاعنا الى انجولار 19. بما ان احنا خلاص اتكلمنا عن تحديثات انجولار 19، اول حاجه هنحتاج نعملها هنعمل تحديث للسي ال اي. فهنعمل زي ما اتعلمنا قبل كده ان احنا بنعمل ان انستول للسي ال اي القديمه جلوبالي طبعا زي ما احنا عارفين، تمام. وبعد كده هنرجع تاني نعمل لها انستول، وبعد كده ممكن نتاكد عن طريق NG فيرجن او NGV زي ما انت شايف الاصدار 19.0.1. دلوقتي بقى عايزين نحدث المشروع بتاعنا نفسه، هنكتب NG update. اوكي، احنا الايرور ده عدى علينا قبل كده برضه، فاحنا هنعمل كوبي للجزء ده. هنفتح ماي كمبيوتر، هنخش هنا هنمسح الفايل ده عادي جدا. هنيجي بعد كده نعمل ابديت تاني، هنلاقي عندنا المكتبتين دول. اوكي، هناخد دي كوبي وناخد بعد كده دي وهنعمل انتر. اوكي، هنا هيقول لك انك انت مفترض عندي حاجات فيها تعديل، فبيقول لك اعمل كوميت الاول. هنعمل جيت اد جيت كوميت داش ام، بعد كده اكتب اي حاجه، اي رساله تفكرك انت عملت كوميت ده، زي مثلا هنقول ابديت انجولار 19. اوكي، ده ايرور في الكوماند ده. اوكي تمام، بعد كده هنرجع نعيد الامر ده تاني، وهنا مديك التحذير ده عشان السي ال اي اللي على البروجكت بتاعنا بتاع انجولار 18. تمام، هو كده خلاص بيعمل التحديث، بينزل الباكجز والمكتبات الثانيه، وبعد كده المفترض بيشيل الفولدر بتاع NG موديول وبينزله تاني من اول وجديد. لو جينا هنا شفنا ان هو خلاص حدث لانجولار 19. هنا بيقول لك انت استخدم الطريقه اللي انت عايز تعمل بيها مايجريشن، باعتبار لو المشروع بتاعك قديم وفي حاجات محتاج تعمل لها مايجريشن من انجولار 18 مثلا، او حتى 17 او غيره لانجولار 19، فاحنا ما عندناش غير دي، فهنعمل انتر عادي جدا. اوكي، هنا بيقول لك select the migration that you would like to run. برضه في حاجات عن برضه في تحديثات هم عملوها، زي انك انت تستخدم حاجه اسمها اب انيشاليزر وانفايرمنت انيشاليزر. احنا الحاجات دي ما اتكلمناش عنها، بس مش ما تقلقش هنتكلم عنها في وسط الكورس. بس عامه ممكن تعمل سبيس عشان تعمل لها سيلكت وتعمل انتر عادي جدا. بس هنا قال لك نو تشينجز ميد، لان احنا اصلا ما استخدمناش الحاجات دي في المشروع بتاعنا. ايه بقى الايرور اللي عندي هنا قال لك ايه؟ ستاند الون فولس. هو عمل دي تلقائي. احنا مفترض لما جينا عملنا المشروع في انجولار 18 كنا شايلين ستاند الون عشان تبقى فولس، ان كان الديفولت بتاعها في انجولار 18 فولس، فدلوقتي بقت ترو. بما انك انت عامل في المشروع القديم بتاعك ستاند الون فولس، فهو بيرجعها لك، بيكتبها لك هنا تاني ستاند الون فولس لما تيجي تحدث لانجولار 19، باعتبار ان الانجولار او الديفولت بتاع انجولار 19 هو الستاند الون ترو. بس انا هنا عندي ايرور ليه؟ في الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن اخر تحديثات انجولار 19 قلنا ان انت لو عايز تخلي الكومبايلر يعترض لو انت عملت ستاند الون كومبوننت، او في عندك كومبوننت الستاند الون بتاعه مش ترو، فممكن تحط دي عشان الكومبايلر يعترض. فهو ده اللي انا بس عايز اوضحه. فاحنا ممكن هنا نشيل دي خالص، هنلاقي الايرور راح عادي جدا وما عندناش اي مشاكل. وبكده يكون حدثنا المشروع بتاعنا. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشوف ازاي نستخدم الفورم اري علشان نعمل فورم لاوبجكت زي ده. تمام، شكرا جزيلا للاستماع.